بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله نتكلم عن قصة غنيوة ككلي، وسبب مقتل غنيوة سبب مقتله الدخول على شركة اتصالات. هم حاولت السيطرة عليها، شركة اتصالات اللي هي جمع المدار والبيانة، كان بيحاول يسيطر عليها. العصابة بتاعت غنيوة هي عصابة من تجار المخدرات، بس صراحة هو كان رجل ذكي وقدر يسيطر على مفاصل ليبيا، يعني 6 مصارف ومصانع وشركات وموانئ وغيرها. فحب يكمل الإمبراطورية بتاعته، حب يكمل بقي الإمبراطورية بتاعته. حب كان لازم يسيطر على شركة الاتصالات الليبية بحيث إن يفرض سيطرته وكلمته في الدولة الليبية. طبعا دبيبة ما بيفرضش يعني قراراته، ما بيطلعنش برا المكتب تاعه، يعني مش مسيطر هو أصلا لا على ليبي ولا على أي شيء. المافيات والعصابات اللي متشكلة في كتائب مصراتة، ومتشكلة في المرتزقة السوريين، ومتشكلة في المرتزقة السوريين اللي هم شغالين مع 4 4 كتيبة 4 4، والمتشكلة في غنية وغيرها. فطبعا كل المافيات هذه هي اللي مسيطرة على الدولة الليبية، لكن ما في شيء حكومة مسيطرة عليهم أو أي شيء مسيطر عليهم. نبيدي جبت لكم الفيديوهات هذه بصعوبة جدا اللي جلست غنيوة، وجبت لكم شركة اتصالات والحرس الخاصة بتاع غنيوة اللي هو مقتول في القاعدة العسكرية، اللي قلت لي مرتزقة. مانيش عارف هل هم مرتزقة أوروبيين، هل هم درع، هل هم قصدي الردع، هل هم جنود من برا، أمريكان، موساد، أيا كان، مش عارف ما اللي قلت بالضبط، بس نعرف إنهم حمزة وغيره ما أطلقش عليه النار. لكن في مرتزقة هم اللي كانوا موجودين وتم تصفيته والتخلص منه. هل هم مرتزقة أوروبيين؟ مش عارف. ممكن الصور عندكم، الفيديوهات كاملة حقيقية، أنا جبتها بصعوبة جدا، يمكن شريتها عشان ننزلها لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله قاتل.